حاجات لو عملها الراجل معاكي اهربي من العلاقة دي، واعرفي ان العلاقة دي اخرتها وحشة ومش جاي في جواز. تعالي معايا بسرعة واسمعي الحاجات اللي انا هقولها. I don't have time، انتوا عارفين طبعا. الراجل لو كان طالع من علاقة عاطفية جديدة، إياكي تستمري معاه في العلاقة أو يوهملك إن هو بيحبك أو هيحبك. الراجل ما بينساش بسرعة، وخصوصا لو حب واحدة. فلما يكون لسه طالع من ريليشن شيب خدي لك جنبه وما تتدخليش معاه في أي حاجة، لأنه مش هيحبك بتاتا. فلو أنت عارفة إنه لسه طالع من علاقة جديدة اجري واهربي. يا سلام بقى لو جه راجل دخلتي مع علاقه وقال لك كلمه بحبك من اول اسبوع، كداب. مفيش حد بيحب حد من اول مقابله، ولا من اول اسبوع، ولا من اول نظره، ولا الشغل الافلام بتاع عبد الحليم حافظ ده زمان. مفيش حد بيحب حد غير لما يقدم له، يعاشره، يحصل ما بينهم تاتش، يحصل ما بينهم موقف، يحصل عشره، بيحصل الحب. اللي يجي يقول لك من اول مكالمه تليفون او شات بحبك بموت فيكي، الكلام ده كذاب وغير ناضج. اهربي، ده لسه مراهق يا ماما، لسه بالغ جديد. لو شفتيه بيغير عليك الغيره المرضيه، يعني ما ناخده دول ما بيغيرش، ما تسخنيش هفهمك. الغيره العاديه اتس اوكي، بس البني ادم المريض ما تدخليش، ما تطلعيش، ما تتشافيش، ما تنشريش الغسيل، ما تجريش، ما تروحيش، ما تكلميش، ما تعمليش، وريني لان الشخص اللي بيبقى غيور يا جماعه زياده عن اللزوم بيقلب معاه بشك، بيقلب معاه بحاجات كتير قوي بعدين في الريليشن او الجواز هتكتشفيها. فاحنا في غنى عن وجع الراس. خدي لك واحد مش ديوس، بيغير عليكي والدنيا حلوه، بس مش غيره مرض. الغيران مرض ده مش هيخليكي تتعاملي مع اي حد في الكوكب غيره، ولو اتعاملتي مع حد غيره هيجننك. فالراجل المريض غيره ابعدي عنه واهربي. اللي بيقعد ينتقد فيكي 24 ساعة على اسلوبك وشكلك وطريقتك وجسمك، اعرفي ان ده مش بيحبك واهربي. ده هيعقدك بقية حياتك، لعمره هيشوفك ست حلوة وطول الوقت هيبقى بينتقدك. هيجي عليكي وقت معين خلاص مش هتقدري تكملي معاه، لان هو اصلا مش شايف اي حاجة عدلة فيكي. طب انت مكمل معايا ولا متنيل مرتبط بيا ليه؟ انت جاي تقرفني في حياتي ليه اصلا؟ شخص زي ده هيسبب لك اذى نفسي واذى صحي، وهيأثر على حياتك بطريقة سلبية، ومش هتعرفي تشوفي نفسك حلوة، وهيقللك في ثقتك في نفسك. ايه الحل يا امان؟ اهرب اول ما اعرف ان الشخص ده من النوعيه دي. الراجل اللي بيستغلك، يعني ايه بيستغلني يا امان؟ بيستغلك ماديا، عايش على قفاكي، ما بيعملش حاجه غير ان يخليكي تصرفي وتعملي وتسوي كل الكلام ده. راجل زي ده نو واي ان انت تستمري معاه. وفي استغلال مش مادي، استغلال عاطفي، وفي استغلال جسدي. اي نوع من الاستغلال لو شفت ان الراجل اللي معاكي بيستغلك باي شكل من الاشكال دي اهربي من العلاقه دي. وما تنسيش I don't have time.